هتعمليه في 10 دقايق. يعني اقول لك هتعمليه ازاي في 10 دقايق. يلا بينا يلا بينا. معايا حله فيها ميه، بسخنها ميه من غير اي حاجه، ومعايا حله تانية فيها ماده دهنيه، زيت على سمنه زيت بس، بصله، فصين توم. ومعايا هنا بقى حوالي كيلو ونص ورق، الكميه اللي عندك ورق عنب. بقول لك معلومه، تنقي ورق العنب الورقه اللي هي الناعمه مش الخشنه. تمام كده، وزي ما هو كده اغسليه غسله كويسه بالعروق بتاعته، اوعي تفكيه، هيكرمش منك ومش هيبقى احسن حاجه، وهتفضلي طول النهار تفضلي ايه عشان تيجي تحشيه، تفضلي تلف حوالين نفسك. فانتي بحاله كده اغسليه، انقعيه واغسليه وحطيه في ميه سخنه، ما بياخدش حطتين، الميه تغلي حطتين كده وطلعي بعروشه بربطته بكل حاجته. يعني بقى خلاص كده نشوف التقليه بتاعته، وانتي بتسلقي خلصتي السلق، التقليه معلقه عليه. تمام كده، حطيت كميه الزيت او الماده الدهنيه، زيت مع سمنه اللي انتي عايزاه زي ما بتعملي. وحطي بقى توم مع بصلتين كبار، وحطي بقى نزلي برطمان صلصه. عايزه تعمليه بطماطم بس حطي، عايزه تحطي خليط من الطماطم والصلصه تمام. انا هنا كنت مفرزه طماطم، عاملاها صلصه ومفرزاها، وحطيت برضو برطمان صلصه اللي بيحب. هتحطي بقى ايه معلقتين كبار خل في قلب التسبيكه دي، وتسيبيها يعني تغلي مع بعض كام غلوه كده الصلصه، وانزلي عليهم بكيس من الطماطم اللي احنا مفرزينها. تمام كده، وسيبيها تغلي. هقولك هتحط لها ايه دلوقتي وهيخلي طعمه في حتة تانية خالص. هنا معايا الخضرة، انا هغسلها كويس غسلة كويسة، غسلتها اهي، هروح ايه مقطعاها تقطيعات صغيرة. تمام، هاتي بقى التسبيكة، حطي لي عليها معلقة سكر صغيرة ومعلقة ملح حقيقية على حسب الكمية، ملح وفلفل كمون. تمام كده، كزبرة ناشفة بسيط حوالي ربع معلقة، ما تكتريش، ورشة بسيطة من النعناع. عايزة تحطي مرقة، حطي مرقة محشي من العطار جايباها، او اي مرقة انت بتحبيها حطيها، بس حطي كمون. تمام كده، انا هنا مش هشيل من الصلصة زي محشي الكرنب، لا، لو انت هتعملي محشي كرنب هتشيلي طبق، حطي رشة نعناع بسيطة تديله طعم، ده نعناع ناشف. وهاتي بقى رز يكون نوع نضيف وحطيه على الصلصه. انا من ما بغسلش، اللي متابعيني عارفين ان انا ما بغسلش الرز. دي تسبيكه المحشي، تسبيكه عاديه خالص. اديله بقى التركه المهمه، يعني هو على النار اديله تقليبه قبل ما تحطي الخضره، هتلاقيه ما فيهوش اي سوائل خالص، وهيبقى احمر معاكي حتى لو حاطه كميه طماطم قليله، هيبقى لونه خطير وطعمه تحفه. قلبي بقى كويس جدا هنا طبعا كنت حطيت مع الخضرة قرنين فلفل متقطعين صغننين اهو، هقطعهم صغير واحطهم. عايزة تحطي وهو في التسبيكة شطة بدل الفلفل ده، لو بتحبيه سبايسي حطي معلقة صغيرة هريسة شطة حطي. تمام، فص توم اساسي مع فص واحد، ما تكتريش، ممكن لو مش عايزاه تستغني عنه. انا هنا نقلته في حاجة تانية اوسع عشان ابتدي احشي. طيب تعالي بقى الورق العنب، اقولك العروق ديت بتديلها مزازة اكتر من الخل والليمون واي حاجة. ابتدي بقى انا غسلها طبعا مع ورق العنب، غسلها كده بربطتها، ابتدي اقطعها وارصها في الصينية. هتحطيها في الصينية من تحت، عايزة اقولك بتخلي طعم محشي ورق العنب في حتة تانية خالص. انتي قطعي يعني اللي يملى كده قعر الصينية كأنك بتحطي لا تحطي بصل ولا طماطم ولا اي، حطي العروق ديت. العروق ديت طبعا نظيفة وغسلينها ومدين لها غلوة برضو مع ورق العنب. العروق دي بتخلي طعمه مزز وتحفة، متبقيش محتاجة تحطي ليمون، طبعا اختياري تحطي على الوش ولا لا. احشي بقى، ما فيش حد ما بيعرفش يحشي محشي.
احشيه بالطريقة اللي انت عايزاها او اللي انت حباها، يا اما صوابع يا اما حجبة زي ما احنا بنحشيه. تمام. اي طريقة انت بتحبيها تحشي بيها المحشي ورق العنب احشي بيها، بس اهم حاجة تحطي العروق ديت في قعر الحلة. طيب انا هعملها كلها عشان ما اخدش من وقت حضراتكم واوريها لكم. تمام كده، نقعد كده ونفرش في الصالة ويلا بينا. دلوقتي انا حشيتها كلها، شايفين؟ اجيب بقى شرايح الليمون، دي اختيار، تحطيها على الوش واديها عيب الشوربة. عندي هنا كان عندي شوربة حمام دسمة وطعمها تحفة، هحط منها على المحشي، مش هحط لها بقى مية ولا اي حاجة. الشوربة دي دسمة، ولا احط سمنة ولا اي حاجة، هو مش محتاج. عايزة بعد ما يستوي تحط عليه معلقة زبدة، حطي، بتخلي طعمه تحفة، طعمه خطير ولذيذ وتحفة. هوريهولك دلوقتي لما يتقلي اهو. على فكرة المحشي ورق العنب بيبقى القعر بتاعه احلى كمان من اول الحلة، بيبقى خطير وطعمه في حتة تانية خالص، لا مية نزلت ولا شوربة، العقد بتاعه مظبوط جدا وخطير. شايفة الجمال؟ بتشيلي بقى العروق دي والقعر الحلة نظيفة وزي الفل. الطعم بتاع المحشي اللي هو جنب العروق دي احلى من اول الحلة. اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب.